أهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم أبو مرام ضمن برنامج يسمى حديث أبو مرام. حديث اليوم هو عبارة عن رسالة صوتية أبثها وأنقلها للسيد أحمد وبطانته الحاكمة في دمشق اليوم. وهذه الرسالة من باب الحرص ومن باب الخوف من نجاح أو من انتصار الثورات المضادة التي بدأت معالمها تظهر، وهذا مما جعلني أن أذكر إن نفعت الذكرى. طبعا هؤلاء ليسوا بحاجة للنصيحة أو للذكرى، لكن ما بيمنع إنه نبين لهم خوفنا أو نذكرهم، ربما نسي بعضهم. نسأل الله لهم النصر والسداد كما حققوا لنا الفتح المبين، أن يحققوا لنا أيضا التطهير ومن ثم البناء. النصيحة فقط هي مقولة لصقر قريش عبد الرحمن الداخل، هذا الشخص الذي تعامل من باب حكمه بطريقة فلسفية حكيمة أدت إلى نجاحه. المقولة اللي قالها صقر قريش عبد الرحمن الداخل، والتي نسأل الله أن يتقمصها السيد أحمد وبطانته الحاكمة اليوم، التي لا نرجو لها إلا النجاح بإذن الله. ماذا قال صقر قريش عبد الرحمن الداخل؟ وأيم الله إني لأداوي رعايتي بما أداوي به جسدي، فأدفع بالرفق عنها حين أجد اللين أبلغ، وألجأ إلى الشدة إذا لم تغني الرقة، ولا رفاهية بغير أمن، ولا أمن بغير هيبة، ولا هيبة بغير عقاب. ملخص هذه المقولة أن الحاكم حينما يرى اللين والرقة يتعامل مع رعايته أو رعيته باللين والرقة، لكن حينما يرى أن اللين والرقة لا يجدي نفعا يجب أن ينتقل إلى الشدة. ولا رفاهية بغير أمن، يعني شعبنا السوري لا يمكن أن يصل إلى الرفاهية دون وجود الأمن. طب والأمن لا يمكن أن يتحقق الأمن بغير هيبة، والهيبة لا يمكن أن يحققها الحاكم بغير عقاب. نسأل الله أن يتمثل من يقودون الساحة اليوم في دمشق بهذه المقولة، التي أعتقد بأنها ستنقل سوريا من باب الخوف على هذه الحكومة اليوم إلى باب الثقة والأمان بهذه الحكومة. تحياتي والسلام عليكم.